تشخصوا نفسكم بأمراض نفسية من على السوشيال ميديا. في موضوع عايزة أكلمكم فيه بقالي فترة كبيرة وكل شوية بأجل الكلام فيه، بس خلاص قررت أتكلم، وهو إن اوعوا تشخصوا نفسكم بأمراض نفسية من على السوشيال ميديا. يعني بمعنى إن مش أي حد يقول إنه عنده اكتئاب ويقول الأعراض بتاعة الاكتئاب فتلاقي عرض أو اتنين عندك يبقى أنت عندك اكتئاب. نفس الكلام لو في حد قال ان عنده ADHD وقال الاعراض ولقيت عرض او اتنين عندك يبقى انت عندك نفس المشكلة. لا، وخصوصا الاكتئاب كمسمى الناس بتاخده بسهولة قوي، بس هو مرض ومش سهل حتى الدكتور النفسي ان هو يشخص بالاكتئاب غير لما يقعد مع الشخص ده ويقعد يتكلم معاه ويوصل لحاجات كتير توصله انه يتأكد ان هو عنده اكتئاب. الحل مش ان احنا نشخص نفسنا من على السوشيال ميديا، الحل ان احنا نبدأ نتعامل مع نفسنا عن قرب اكتر ونفهم فعلا اللي احنا بنحسه ده عن طريق الكتابة او عن طريق ايا كان الطريقه اللي انتوا بترتاحوا بيها. ولو ده ما وصلش الحل فممكن تشوف حد مختص وفعلا تتكلموا معاه. ولكن اوعوا بجد اوعوا تشخصوا نفسكم بامراض نفسيه من على السوشيال ميديا، لان كلنا مختلفين والاعراض اللي بتتقال ممكن تتقال على كذا مرض. زي مثلا الامراض الجسديه، فعلا لو حد عنده برد مثلا اعراضه غير اعراض البرد عند حد تاني. نفس الكلام في الحاجات النفسيه دي، الامراض النفسيه او الضغوط والاضطرابات النفسيه مش كل الاعراض عند نفس الشخص. انا فاهمه انه ممكن الامراض الجسديه في اعراض واضحه كده لما بتظهر بنبدا نقول مثلا ده هيجيلنا برد. نفس الكلام على الاعراض النفسيه، مش هنبعد يعني مش هنقول لا مش هنهتم ومش هنشخص. لا، في اعراض لما بتحصل علينا حزن، ضغط، احباط، اي حاجه من الحاجات دي فده عرض بيوضح ان انا عندي مشكله مضايقاني. ولكن ما اقدرش اروح اقول على طول انه ده اكتئاب. انا كده باذي نفسي وبكبر الموضوع قوي مره واحده من غير ما اتاكد. ده غير ان احنا مثلا لما بنشخص نفسنا بالاكتئاب بسبب عرض او عرضين لان الناس بتتكلم عنهم، بنبدا نقنع نفسنا بباقي الاعراض اللي بتوضح الاكتئاب، وبنعيش المود ده وبنعيش الحياه بتاعه الاكتئاب. وممكن بندور على الاعراض دي ايه علشان نعيشها لمجرد ان احنا شخصنا نفسنا من غير ما حد فعلا ياكد ان دي حاجه عندنا. انا بتكلم عن تجربه شخصيه قوي، زائد مذاكره كتير برضه، بس مش هقدر اقول ان انا حد مختص. وبرضه مش معنى كده ان الناس اللي بتشخص على السوشيال ميديا او الدكاتره حتى اللي بيعملوا فيديوز هم كدابين. لا، هم حقيقيين بس بيتكلم عن حاله، وممكن الفيديو اللي بعده يوصف نفس المرض بس بطريقة تانية لأن في حالة تانية. فالحل إن أنا لو عايز أشخص نفسي هروح للدكتور ويشوفني ويقول لي أنا عندي إيه، لكن مش هشخص نفسي عن طريق الفيديو اللي هو بيقوله أو أي حاجة بقراها على السوشيال ميديا. وبس كده، خلوا بالكم من نفسكم.